يسأل يقول بالنسبة لشخصين يصليان إمام ومأموم، يقول هل من السنة أن يتقدم الإمام شيء على المأموم؟ أبو عبد الله أشكرك على هذا السؤال. لماذا؟ لأن حقيقة يعني أجد مخالفات كثيرة من جملتها مثل هذه المسألة، وأنا أعاني منها أحيانا. إذا صليت بشخص تجده يرجع وراء، وأحاول أنا في الصلاة أقدم فيه، وهذا للأسف الشديد أخذ من قول لبعض الفقهاء ما يتعلق بالتمييز بين الإمام والمأموم، وهذا ليس عليه دليل. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى وقام معه ابن عباس عن يساره فأداره عن يمينه، ولذلك يقف المأموم بجوار الإمام. إذا كان اثنين يقف بالتمام، يضع كعبه على كعب الإمام ولا يتأخر عنه. للأسف نشاهد الآن بعض الناس يتأخر مسافة خطوة مثلا بقدمه أو بكتفه، وهذا غلط، هذا غلط. فالذي يصلي مع الإمام يصف معه يساويه بالقدمين. بارك الله في الجميع.